ليه في كلاب شارع في دول زي مصر والهند لكن مفيش في دبي خالص؟ وإجابة السؤال ده بسيطة جدا، في 3 عوامل أساسية لو اتوفروا في أي مكان كلاب الشارع هتظهر غصب عن أي حد. الكلاب صحيح بتقدر تصطاد فرائس صغيرة زي الفئران أو التعابين أو بعض الطيور، لكن ده مش المورد الأساسي للأكل بتاعها، ولا حتى شوية الأكل اللي ممكن حد يديهم لها من بواقي أكله في البيت. المورد الأساسي اللي الكلاب تطورت عليه من آلاف السنين هو المخلفات والقمامة البشرية. تقرير حالة البيئة في مصر 2020 بيقول إن إجمالي المخلفات وصل حوالي 20 مليون طن في السنة، وإن القاهرة الكبرى لوحدها بتطلع حوالي 5.4 مليون طن، حوالي 25% من مخلفات مصر كلها. نفس التقرير بيؤكد إن كفاءة الجمع والنقل حوالي 70%، يعني تقريبا 3 من كل 10 أطنان زبالة بتفضل في الشارع أو في مقالب عشوائية. وفوق كده المكون العضوي بواقي الأكل هي الجزء الأكبر من المخلفات، حوالي 43.5% على مستوى الجمهورية. يعني أغلب الزبالة هو عبارة عن أكل بالنسبة للكلاب دي، وقدام الأرقام دي أي إطعام من أي حد هيبقى نقطة في بحر الأكل ده. في مصر مباني نص تشطيب ومباني مهجورة ومواقع بناء غير مسورة بشكل صحيح، وأراضي فاضية كتير جوه الكتلة السكانية، وكل ده بيخلق جحور آمنة للكلاب للولادة وتربية الجراء بعيد عن أعين الناس. مناخ مصر زي ما كلنا درسناه واحنا صغيرين، حر جاف صيفا دفيق ممطر شتاء، ولكن الحرارة دي بتكون متحملة بالنسبة للكلاب، غير توافر مصادر المياه الطبيعية بشكل مستمر زي الأنهار والترع. طيب ليه مفيش كلاب شارع في دبي؟ لأن معادلة وجود كلاب الشارع مكسورة من ال3 أضلاع. الزبالة بتتلم في حاويات مقفولة وأنظمة تحت الأرض، فمفيش أكل مكشوف في الشارع، مفيش مباني نص تشطيب ولا جحور مفتوحة جوه المدينة، مواقع البناء متصورة ومحكومة. أما الجو فالحرارة والرطوبة كفيلة إن هي تخلي الكلب يدخل في ضربة شمس أو في هيت ستروك قبل ما يلحق يبني مجموعة مستقرة. فالنتيجة الطبيعية إن السعة البيئية في دبي تقريبا تساوي 0، فبالتالي مفيش نظام لكلاب الشارع علشان يبقوا موجودين أصلا. فالسبب الحقيقي لكلاب الشارع في مصر مش الست اللي نزلت بطبق اكل وهي راجعه من الشغل، السبب هو كل واحد بيرمي زبالته بشكل منتظم في الشارع، هو الحي اللي ما بعتش العربيات تلم الزباله بشكل منتظم، هي مواقع البناء اللي ما اتصورتش صح. في مصر احنا بنخلق بايدينا البيئه المثاليه لكائن اتطور ان هو يعيش اصلا على زبالتنا، ولو عاوز تحل المشكله بجد لازم تحلها من جذورها. وازاي ده يحصل فعليا؟ ده اللي هنتكلم عليه الفيديو الجاي.